المخالفات وما أسهل الهدم، لكن الأخلاق والبناء هو شيمة أصحاب الهمم العالية. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا. إنما بعثت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما للحصر والقصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومدح القرآن الكريم له صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن من يتحدث عن الإعلام وتجاوز بعض وسائل الإعلام أو بعض من يتصدرون الإعلام، ما أيسر ردود الفعل الغاضبة. لكن التحدي الحقيقي أن نصبر على بعضنا. من يتصور أن الدولة لا تراه أو تغض الطرف عن سقطاته، إنما تغضها لأننا وطن وشعب أكبر من السقطات. أنا أريد لهذا المجتمع، أنا عارف كويس قوي مين بيقول إيه إزاي علشان إيه. لن يعود النظام السابق بحول الله على الإطلاق. ولن يسمح بخطوة واحدة لمن أفسد هذا الوطن أو كان سببا في نشر الفساد فيه. ولن تضيع دماء الشهداء ولا أنات الجرحى والمصابين. النيابة العامة صاحبة الدعوة الأصيلة للدفاع عمن ارتكب في حقه جرم، للدفاع بحق بالقانون. عشان كده المسألة بتاخد وقتها، لكن لجنة تقصي الحقائق انتهت، أنا كونتها بعد شهر 6 في أوائل 7، وانتهت في 31/12 من تقريرها الكبير. وأودع التقرير بمسؤولية كاملة من رئيس الجمهورية لدى النيابة العامة، وهي تقوم بدورها لتحقق الوقائع الموجودة في التقرير، ولن يفلت مجرم من عقاب على الإطلاق. هذا عهدي أمامكم وأمام الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن. لا يمكن أبدا المصريين اللي قاموا بثورة عظيمة في كل الميادين ودماء شهداء أبنائنا دول والجرحى والمصابين وأمل أبناء مصر جميعا في أن ننتقل وننمو وننهض، تأتي قلة تتصور أنها يمكن بمكر أو كيد بليل أو تعاون مع أعداء هذا الوطن في داخله أو خارجه. وأنا دائما أقول أنه لا يوجد مصري عدو لمصر ولا للمصريين، ولكن قد ينحدر البعض
ربما بغير علم فينال جزاءه. لن يسمح لهؤلاء أبدا بخطوة واحدة مرة أخرى لنأخذ مصر إلى الوراء. مش هيحصل أبدا أبدا أبدا.